الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله من كتاب فضائل الصحابة. ونحن اليوم مع واحد من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، ألا وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأنا لا أذكر كل ما في الباب، إنما أنتقي من فضائل كل صحابي في حديث أو حديثين. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. وفي رواية شعبة عن سماك بن حرب أن سعدا رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت 3 حتى غشي عليها من الجسد. فقال ابن لها يقال له عمر فتقابل، فجعلت تدعو على كعب. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به وفيها وصاحبهما في الدنيا معروف. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: نكفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامسني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطني. قال: فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأمثال. قال: وملكت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش أو حش، والحش هو البستان، فإذا رأس جذور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي رأسي فضربني به فجرح بأنفي،
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيه يعني نفسه شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نزول القرآن في حادثة رجل يعد من الشرف له، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وافقني ربي في ثلاث، أي أن اجتهاده كان على وفق الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: وقد رضي بنو قريظة أن يحكم فيهم، فبعدما حكم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات. وهذا السداد مما يتصل به أهل الإيمان، أن تنزل فيه آية تفصل في حكم من الأحكام، أو تنزل فيه آية توافقه على اجتهاد منه. فسعد بن أبي وقاص كان ربع الإسلام، كان رابع رجل أسلم في يوم من الأيام، لم يكن على وجه الأرض إلا 4 كان منهم سعد بن أبي وقاص. فهو يقول إن الله عز وجل أنزل 4 آيات من القرآن في شأنه. أول هذه الآيات فيه وفي أمه، وكان سعد بن أبي وقاص أبر الناس بأمه، حتى كان يضرب المثل به، حتى يقال أبر من سعد. فاستغلت أمه هذا البر وأرادته أن يكفر بدينه، وقالت: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، ألم تزعم أن دينك وصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا آمرك. وكثير من الناس اليوم وإن كان لا يأمر ولده بالكفر، لكن يأمره بمعصية الله، ويزعم أن طاعة الوالد فرض، وهذا الزعم خطأ إذا قوبل بطاعة الله تبارك وتعالى. طاعة الوالد فرض نعم، وطاعة الأم فرض نعم، إذا وافق الحق، إذا أمره بالحق فطاعته فرض، مع قيد آخر وهو الاستطاعة. إذا طاعة الوالد أو الوالدة لا تكون فرضا على الولد إلا بقيدين: القيد الأول أن يأمر بمعروف، القيد الثاني أن يأمر بالاستطاعة، فإنه قد يأمر بمعروف ليس في استطاعة الولد. الله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأمة، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان الله عز وجل وضع الحرج وهو فعال لما يريد عن العبد فيما لا يستطيع، فلا يجوز لأحد أن يأمره بما هو زائد عن الاستطاعة. إذا إحنا بنوصل الأبناء حتى لا يقعوا في مخالفة الشرع. متى تطيع والدك وتكون الطاعة فرضا عليك؟ إذا أمرك بمعروف وأمرك بما في استطاعتك. أما فيما عدا ذلك فتسقط فرضية الأمر، فإذا أمرك بمعصية الله فلا تجب. أب يقول له مثلا روح عند السجاد، أو مثلا يأمره أن هو يذهب إلى أي مكان فيه معاصي أو إلى آخره، لا يجوز للولد أبدا أن يوافق أباه على ذلك. أب يأمر ابن أن هو يحلق لحيته، لا يجوز أبدا للولد أن يطيع أباه في ذلك. ليه؟ لأن أمر الوالد مقابل إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر الله عز وجل.
وإذا حصلت هذه المقابلة فطاعة الله أفضل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل. حصل تنازع أو تعارض في الطاعات فلا شك أن طاعة الله ورسوله أفضل. في هذه الحالة لا يجوز للولد أن يطيع. طيب في حكومة للخروج يخرج، إذا طردته من البيت لا يبقى في البيت، لأنه لو بقي في البيت لكان عاصيا. وطرد البيت يخرج يروح دور على أي مكان وليعتبر نفسه يتيما. إن الوالد الذي يأمر ولده بمعصية الله كاليتيم، بل ربما اليتيم يكون أحسن حالا منه. ربما يجد من يحنو عليه ويشفق عليه لأنه يتيم. لما الأب الذي يأمر أولاده بمعصية الله فرط فيما أمره الله به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا يرميه في النار، هذا يرميه في النار في الوقت الذي أمره الله عز وجل أن يصون ولده وأن يؤدبه وأن يعلمه وأن يجذبه النار، لا هو يحدث في النار. فمثل هذا الوالد لا يكون أمينا على ولده. فهنا سعد بن أبي وقاص أمه تأمره بالكفر. إحنا الحمد لله ما أظن والدا يأمر ولده بالكفر، مثلا شخص أو يأمر بمعاصي نعم، لكن لا يأمره بالكفر. فسعد بن أبي وقاص أبدا، فقالت لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمك، بدل ما كان يقال أضر من سعد يبقى أقتل من سعد، فرتبقى قضية على مدار ما إن سعد بن أبي وقاص قتل أمه. فقال يا أم والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا ما كفرت به. هذا في رواية تاريخ مسلم. فكلي أو دعي، طبعا كانت ممتنعة من الأكل. وفي رواية شعبة عند مسلم برضه عن سماك بن حرب قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا أو أوجروا بالصعاصي، يعني دخلوا عصايا كده يفتحوا بها عشان يحطوا لها الأكل أحسن هتموت من قلة الأكل. فبعد ما سعد بن أبي وقاص قال هذا الكلام وقال لها لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا يعني بالمد البطيء ما كفرت به. كلي أو دعي، فكانت طبعا مسألة برضه كلها مناورات زي اللي بيضرب على الطعام، يفضل يضرب على الطعام لحد ما خلاص كان يوقع الحلو، فكان كلها مناورات. كان يسيب لحد ما خلاص هيهلك يقول له خلاص طلباتك ويديله بوق ميه يديله كوبايه عصير بتاع لحد ما يسد انفاس ثاني وبعدين يعمل اضراب ثاني وهكذا. فكانت كلها ايه؟ مناورات. والعكس الانسان العاقل هو الذي يمكن حل المناورات. كثير جدا من التصرفات والتهديدات الواقعه بين البشر بيكون داخله في باب المناورات وليس في باب التهديد الحقيقي. فالإنسان إذا أحسن المناورة يمكن أن ينجو بكثير من الشر. فهو لما قال هذا الكلام ويأس من كفره أكل. فأنزل الله عز وجل ولقد وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فعتب الله عز وجل على سعد في هذه الآية أنه قال هذا الكلام الشديد، فقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلامه بهذا العتاب الرقيق كلمة صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني تمشي ذاتك تقول لها كلي أو تفضل نفس الحلم. طب الكلمة اللي بتقولها ايه؟ ملهاش أي لازمة إنك تقول له كل عنك مكانك. طب تقولها ليه؟ لا، ليس هذا من المصاحبة بالمعروف. هو يطلبك بالكفر لا تكفر، ولكن قل اللفظ الجيد، كان الكلام جيد، لا تكفر، لا تطعه في هذا الجهاد اللي هو بينك وبينه، لازم قل قولا رقيقا. يبقى إذا الوالد إذا أمر ولده بمعصية الله
فلا يجوز للولد أن يسبه أو يشتمه أو يتهمه برقة الدين ولا بالنفاق ولا بالكذب ولا العصيان ولا كلام. هو لا يطيعه فيما أمر، ولكن لا يخاطبه إلا باللفظ المحمود. وإذا كان الآية هنا ربنا تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك به، يعني مش بيدعو للكفر، بل دليل نهار شغال مع طفل ويستخدم معاه طريق. طب هديك كذا، طب همنعك من كذا، كل ده وهو عمال يجاهد معك اليد. الله عز وجل قال: لا تطعه وكلمه كلاما زينا. خلاص احنا نتعلم من هذا الدرس أدب الخطاب، أدب الخطاب الوالد. لو وصل الأمر إلى أنه يأمرك بالكفر لا يجوز أن تستخدم اللفظ القوي معه، بل تستخدم اللفظ الجيد معه، ولكن لا تطيعه فيما أمرك به، لا من الكفران ولا من العزيز. الواقعة الثانية والتي حدثت كلمة الخاص ونزلت فيها آية: قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة. الكلام ده كان في يوم بدر، وكان ورد في مسند الإمام أحمد قال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير في يوم بدر، وكان سعد يحبه. وفي هذه الغزوة قتل سعد سعيد بن العاص وأخذ سيفه، وكان سيف سعيد بن العاص سيفا عظيما ماضيا، اسمه كان مسميه ذا الكتيبة. كان مسميه ذا الايه؟ ذا الكتيبة. زي ايه؟ ذو الفقار. عارفين سيد ذو الفقار؟ سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحب ان يسمي كل حاجه. كان يسمي الدابه، وكان يسمي العصا، زي ما احنا النهارده نقول العداد والجحشه وده عزيز مثلا، بعد اعتذار بالاسم يعني ما نقولش ان احنا ننهي حاجه، لكن كل حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها. فكان يسمي سيفه ذا الفقار. فبرضه كان سعيد بن العاص يسمي سيفه ذا الكتيبه لانه طويل وعريض، وكان بيهدد فيه، كان يهدد باسمه. فلما قتل سعد سعيد بن العاص وأصاب هذا السيف الشهير أراد أن يحوده، لأن من قتل قتيلا فله سلبه، له كل ما يملك. بس الكلام ده جاء متأخر بعد الجزء الثاني. فسعد بن وقاص لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لي أعطني هذا السيف، ادهوني يعني. قال له: رده من حيث أخذته. فسعد مضى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقه في القبض. القبض اللي هو المكان الذي تجمع فيه الغنائم. وهو ماشي ركبه من الغرب ما لا يعلمه إلا الله، من قتل أخيه وأخذ سلبه. فلما وصل للقبض وعمل يألف السيف والكلام ده، فصعبان عليه في السيف، وبعدين بعد ما يترجع الغنائم يروح لواحد ثالث عايزه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني هذا السيف. قال سعد: فشد لي صوته، يعني زعق فيه ورفع صوته وهو يكلمه: رده من حيث أخذته. فلما رجع وهو لسه هيميت القبض نزلت الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فناداه فقال: إنه ليس لي ولا لك. خلاص؟ لكن لأن الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فله الحق أن يهب من يشاء ما يشاء. خلاص الأنفال عنده في التقديم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول لا، إنما إذا ما عجبوش الكلام يسأل. كما في حديث أنس:
في صحيح مسلم في غزوة حنين قتل أبو قتادة 20 نفسا وأخذ أسلابهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي قال من قتل قتيلا فله سلب. فطبعا ده برضه حمل الايه؟ حمل برضه الناس اللي هم يشدوا حلو ان انت اللي زي ما احنا بنعمل بنربط الايه؟ الانسان بالاجل. نقول لك القطعه بجنيه. عايز تنام طول النهار نام، عايز تشرب طول النهار اشرب. طالما انه ربط الانسان بالاجل بيحصل ان يجي يكون في الشغل جيد. انما يقول له بقى في الشهر هتاخد كذا القطاع عام والموظفين والكلام ده تاخد فيك جنيه تيجي الراجل يروح يأشر بقى كل هناك ولا يعمل اي حاجه او يروح يزور او ما يعملوش كرسي عشان يقعد في الشمس فيروح يلف يعمل خط كتير ولا حاجه لان اخر الشهر هياخد فلوس. القطاع الخاص ناجح عن القطاع العام. القطاع العام خسائره في السنه في 100 مليون وال 200 مليون. وبيعتبر فيه من المكاسب يعني يفضل هيكله موجود حتى لو بنفس الجد والخاص يقول لك فيه من المكاسب استوى والقطاع العام ينبغي ان يبطل. القطاع الخاص قطاع ناجح ليه؟ لأنه رابط الانتاج بلاجل. انت بتشتغل بالقطعه القطعه بعد كده استقل او تكسب. كذلك يعني في غزوه حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى من قتل قتيلا فله سلبه. فابو قتاده الانصاري ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه قتل 20 نفسا في هذا اليوم. ابو قتاده قتل رجلا وكان الرجل ده له سلب جيد فقال يعني هو منها يبلغ فانشغل في ملاحقه المشركين على اساس لما يرجع للقتيل ده هو يلاقي السلب بتاعه يرجع. فلما رجع للقتيل لقى ان في واحد اشهره فعاد في القتيل ضد السلب فقال يا رسول الله اني قتلت القتيل فانظر من اخذ سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ سلب هذا القتيل قال له اعطنيه يا رسول الله وارضيه. يعني تصرف او كتب رضيه اي حاجه بس وتسيب لي الايه؟ وتسيب لي اللي انا خايفه من الله. فعمر الخطاب ما عجبوش كلام قال لا والله لا يفيئها الله على اسد من اسده ثم تاخذها. اسد من اسده وهو قتال. يقول أنا رضي الله عنه الشاهد يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول له هذا إما أن يعطي وإن ما عجبوش المسألة يسأل وخلاص ما عرفوا لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش المسألة يسأل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أعطنيه ورضيه سكت. فعمر الخطاب لما قال هذه المقالة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر. فعندما قال حزين ان سلب راس وكمان اخو عمير قتل فاجتمعت المصيبتان عليه. فلما نزلت هذه الايه قال خذ وكان لا يسأل شيئا فيقول لا. ويعني في الرواية قال قلت نبتلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله أي من السبق إلى الإسلام ومن التكامل في نصرة هذا الدين ومن الفقر أيضا. يعني هو اجتمع عليه الشجاعة وأيضا خدمة الهجرة وأيضا حاجته إلى هذا السيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يؤمر قبل ما تنزل هذه الآية أن يتصرف في الأمثال فيعطي أحدا شيئا بعينه حتى يقتل الغنائم فقال رده من حيث أخذته. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. مرض سعد كان في حجة الوداع وكان في مكة وكان سعد بن أبي وقاص خائفا غاية الخوف أن يموت في مكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رثى سعدا قوله أنه مات في مكة وده حكم خاص بالمهاجرين
ولذلك حرم على المهاجرين أن يمكثوا في مكة بعد الحج إلا 3 أيام. في مهاجر من مكة إلى المدينة يرخص له يرجع في مكة ثاني، محرم عليه، ممنوع. يبقى هو لما يرجع لما كانوا بيحجوا له 3 أيام فقط في مكة، بعد كده ما يقدرش في مكة فرض العيد. ليه؟ لأنهم لما خرجوا من مكة خرجوا منها لله، فلا يجوز أن يرجع فيما احتسبه لله عز وجل. هذا خلق اللئام، واحد يقول هذا لله وبعدين يرجع فيه، هذا من خلق اللئام. لأن أول ما تقول هذا لله المفترض انك انت أخذت أجر من الله، فإيه معنى ترجع؟ وده معنى الاحتساب برضه، لأن في بعض الناس مش فاهم يعني إيه يحتسب. يحتسب يعني أخرج القضية كلها وجعلها لله، باع المسألة، فلا يحل بعد أن تعقد البيع إنك أنت ترد وتبيع واحد ثاني، وقد عقد الصفقة كما حدث لابن عمر رضي الله عنه لما سقى بعض الخوارج على ناقة له، وجاء الغلام بتاعه وهو في المسجد قال له يا جماعه الخوارج هم معديين خدوا غلام. فابن عمر قال هي في سبيل الله. هو قاعد في المسجد شويه كده، واحد جاء قال له يا ابن عمر ان ناقتك الفلانيه، برضه كان مسميها كان لها شأن يعني، تباع في السوق مع فلان. فخرج قام كده على عينه وخرج حط بس رجل بره المسجد، وبعدين قال ايه استغفر الله. قلت هي في سبيل الله، وانا رجع تاني. فهو في سبيل الله او تحتسبها يعني خلاص تجعل الامر على الحل. الصحابه لما خرجوا مهاجرين الى الله ورسوله خرجوا تاركين ديارهم واموالهم وراءهم حتى تمضي هجرتهم ويقدرون عليها عند الله عز وجل، يبقى لا يصلح احد في هذا العقد فيرجع يسلك في مكة تاني. فكان النبي وقصر من حج الوداع ومرض، مات قبله سعد بن خوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الباري. لكن الباري سعد بن خولة يغفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا بمسجد، فخاف يموت بمسجد، فقال يا رسول الله خلف أصحابي، يعني أنا حضر وراء ثم حيث وأنا اللي حضر. قال إنك أن تخلف خلف أصحابي فعسى الله أن ينفع بك أقواما وأن يضر بك آخرين. فهو المرض كان حديث، ولو في حديث رواه الشيخان في خصوص هذه الواقعة أكثر تفصيلا منها، وما كانوش غير بيت واحد في هذه الأثناء، دور واحد، وكان له مال كثير. في مسند البزار قال سعد يا رسول الله ما لي غير شعرة واحدة. البزار فسر الشعرة بالبدن، قال ما لي غير شعرة واحدة أي ليس لي إلا ابنة واحدة. فأحب أن يعطيها النصف، أن يعطيها أن هو يخرج المال كله ما يأخذ منه شيئا، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في النصف، قال في الثلثان، قال لا، قال في النصف، قال لا، قال الثلث، قال نعم والثلث كثير، فجاز الثلث بعد ذلك. وكان ابن عباس كما في الصحيح قال وددت لو ان الناس غضوا من الثلث ايضا، اساس الثلث كثير. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله انك ان تذر ورثتك الاغنياء خير من ان تذر معالا يتكففون. ثم اخيرا قال أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار قالوا تعالى نطعمك طعاما ونسقيك خمرا، قال
وذلك قبل أن تحرم الخمر. وهذا البيان مع أننا لا نحتاج إلى مثله من سعد بن أبي وقاص، لكن لا بد منه حتى لا يتعلق بعض الناس به، لأن هو إذا لم يكن هذه العبارة لا بد أن نقدرها نحن، لأن يستحيل على مثل سعد أو غيره بعد ما ينزل تحريم الخمر يشرب خمر، وهذا لم يكن موجودا في الجيل الأول الحمد لله أبدا. ينزل نهج في ممكن حد يرتكبه دي مسألة مستحيل إلا أن يتأول ويخطئ في التأويل كما حدث لبعض الصحابة فيما يتعلق بهذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والإثم. فبعد ما ذهب راحوا في بستان فلقوا بقى شوين رفع وجبت خمر كده كانوا شربوا وبعدين كملوا يعني دماغهم تقل. فبدأ بعض الناس في الحالة دي يتكلموا بكلام في قضية كبيرة، المهاجرين أفضل ولا الأنصار أفضل؟ فكان هذا القصد يقول إيه إن المهاجرين أفضل من الأنصار، فواحد أنظره شمروخ كده أم فتح له إيه؟ فتح له مناخيره. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقد فزر أنفه. فزر أنفه يعني الصبر كده إيه؟ هش يعني وسال منه الدم. فلم يبرح حتى نزل تحريم الخمر تحريما نهائيا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. واحد يسأل عن حديث أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرقوا أفئدة ولقد بعثنا لهم الحنفية السمحة فحالتنا الشباب وقالتنا الشيوخ. هذا حديث ضبط.